اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. بجد أنا بشكركم كتير 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 على كل اللي بيدخل وبيتابعني وبيقول لي كلمة حلوة. صباحكم مشرق بنور الله. النهاردة كده أنا قمت محتارة أعمل إيه أو محتارة أطبخ إيه. المهم فضلت أدور كده، لقيت عندي كام قطعة لحمة مستوية كده في الفريزر وفلفل ألوان وكده، يعني اللي في التلاجة. طلعت وفضلت أفكر كده، قلت لازم أعمل إيه الأكلة دي. هندخل مطبخنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. لايك وشير وسبسكرايب مع مطبخنا على قدنا مع أم قريب. اللي ما اشتركش في القناة يدخل ويشترك في القناة. وأنا قلت هندخل نشترك إزاي. هندخل على قناتي على اليوتيوب ونضغط على كلمة اشتراك بالأحمر. هندخل على اليوتيوب هنكتب مطبخنا على قدنا مع أم قريب ونضغط على كلمة اشتراك بالأحمر. اشتركتي كده في القناة. تمام. هنعمل ايه بقى؟ معايا مكرونة، معايا بصل شرايح، معايا كام قطعة لحمة لقيتهم في الفريزر. طاسة على النار ونشوف هنعمل ايه. معلقتين زيت او شوية زيت حلوين كده ومعلقتين سمنة بلدي، ونزلت بالبصل الشرايح. انا مش هحمرها، انا هدبلها بس في الطاسة ونشوف هنعمل ايه. تمام. وكان معايا طبعا فلفل الوان قطعته، وكم فص توم، حوالي 3 فصوص توم شرايح. شكلي ما سرعتش الفيديو. المهم ايه، هفضل اشوح كده في البصلة. تمام. وهنزل بالثوم، عامله شرايح اهو بوريهولكم. هنزل بيه طبعا، هفضل برضو اشوح فيه لحد ما ريحته ايه تطلع. تمام. الثوم دون تبقى ريحته فظيعه في الاكل بصراحه، تبقى ريحته جميله في الاكل. ريحته بتدي نكهه عاليه، وطبعا هو صحي عامه يعني. الأكلة دي تحتوي على خضار. طبعا الخضار له فايدة كبيرة للإنسان. خلطة كده معتبرة في المكرونة دي، طبعا أحلى مكرونة بصراحة. أنا كنت الكام قطعة لحمة قطعتها مكعبات كده. تمام. ونزلت طبعا التومه ريحتها طلعت، نزلت بيها. يبقى اول حاجه عملنا شويه زيت ومعلقتين زبده كده محترمين. نزلت بالبصل، بصله تكون حلوه كده شرايح، شوحتها. وبعد ما شوحتها نزلت بالتومه بتاعتي، 3 فصوص توم شرايح. تمام. التوم شوحته وريحته طلعت، نزلت باللحمه بتاعتي. طبعا اللحمه انا كنت مقطعاها مكعبات كده. اللحمه دي كانت على فكره مستويه نص سوا. اي حاجه موجوده عندك فايضه عندك، الصدر فرخه مثلا انت سايباه مش محتاجاه ركناه. انا عارفه ان اكتر حاجه الصدور الولاد ما برضوش ياكلوها فبنركنها. نزلت بالفلفل الالوان بتاعي. اخر حاجه يا جماعه لازم انزل بيها الفلفل الالوان، علشان خاطر انا ما بدلوش تشويحه او وقت كبير على النار، علشان خاطر يفضل محتفظ باللون بتاعه. تمام. فقلنا اي حاجة تكون عندك في الفريزر فايضة اعمليها، اشتغلي بيها. دي صلصة كانت عندي في الفريزر، طلعتها بقى هتاخد شوية على النار كده مع الخضار واللحمة. وبعدين هتبل المكونات بتاعتي دي. هنزل بالتوابل بتاعتي دي، بابريكا، شوية بابريكا، شوية فلفل اسود اهو. طبعا البهارات دي على حسب ما انتوا بتحبوا كمية البهارات، والملح على حسب ما تحبوا كمية الملح. ما تفضلوش واقفين وتقولوا نحط قد ايه، او
على حسب الرغبة بتاعتكم، ما تتوهوش في المطبخ. تمام. شوية السكر بتوعي، معلقة سكر صغيرة كده ما ننساهاش عشان الصلصة. شوية بهارات اللي هي السبعة. تمام. انا مش هحط ملح، انا بعد ما مسكت الملح افتكرت ان انا هحط شوربة، لان الشوربة بتاعتنا بتبقى دايما فيها ملح. فما يعني دايما كده خليكي فاكرة لما تطبخي بالشوربة ما تحطيش ملح، علشان الملح بيبقى فيه، الشوربة بتاعتنا بتبقى فيها ملح. لما تزودي الأكلة بتاعتك شوربة بعد كده دوقي وشوفيها هتحتاج ملح ولا لا. تمام. نزلت بمكعب مرق الدجاج طبعا، ونزلت بالمكرونة بتاعتي. تمام زي الفل. جماعة لو ما فيش مثلا، لو مش فايض عندكم لحمه في الفريزر او فراخ او اي حاجه، صدر بطه صدر فرخه اي حاجه، لو مش فايضه وعندك مثلا لحمه مش مستويه، صدر فرخه مش مستوي، بشوحه مع البصله برضو وانزل بيه في الصلصه. بس هبقى سايبه الصلصه فتره على البوتاجاز على ما تاخد اللحمه بتاعتي سوا او الفراخ بتاعتي سوا، وبعد كده هنزل ببقيه المكونات بتاعتي. انا نزلت بالشوربه بتاعتي. طبعا احنا كميه الشوربه او كميه الميه بتبقى قد كميه المكرونه، مش زي الرز طبعا. الرز يبقى زايد عقله عن الرز. اما المكرونه بتبقى الميه قد المكرونه. تمام. والاكله دي بتبقى فيها صوص، احنا بنبقى سايبين طبعا فيها صوص او شوربه، او هم ما تبقاش ناشفه، مش ما تبقاش مكرونه ناشفه زي اللي احنا بنعملها العاديه دي. بيسموهم بقبقه ماشي، ايطاليانو ماشي، على حسب ما تسموها. اللي بيسميها اللي لها اسم عنده يبعت لي في الكومنتات ويقول لي اسمها ايه. تمام. المهم هي كانت وجبه محترمه، طعمها تحفه. اعملي بقى جنبها سلطه خضراء، اعملي جنبها بطاطس محمره، اي حاجه عايزه تاكليها جنبها كليها. بس هي بصراحه كانت تحفه وجميله، فيها جميع المكونات والخضار. احلى طبق مكرونه. طبق المكرونه لو جبتيه قد كده اهو من بره ب50 جنيه وب60 جنيه من المكرونه دي، جميله بصراحه، تحفه. بالهنا والشفا على قلب اللي كل منها. مستنيه كومنتاتكم اللي بتسعدني وترفع من روحي المعنويه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.